وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج خرافات وأساطير. خرافة اليوم أيها الأحباب خرافة عجيبة غريبة، إنها خرافة منذ زمن الجاهلية وما زال بعض الناس يعتقدها حتى الآن. ما هي؟ إنه إذا بشر بولد فرح، وإذا ولدت له بنت حزن. لماذا تكره البنات؟ أليست هذه البنت هي أمك؟ أليست هذه البنت أختك؟ أليست هذه البنت زوجتك؟ ولولا أن الله عز وجل أوجد البنات ما أنجبنا البنين. إذا رزقك الله عز وجل بنين فاشكر، وإذا رزقك بنات فاشكر أيضا. بل قال بعض العلماء بأن تربية البنات لها أجر أعظم من تربية البنين، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة ومعها بنتين إلى عائشة رضي الله عنها، فطلبت شيئا فأعطتها تمرة، فشقت التمرة بين بنتيها، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى فقال: نعم، من ابتلي بشيء من هذه البنات فصبر عليهن كنا له سترا من النار يوم القيامة. من ابتلي يعني اختبره الله عز وجل بأن أعطاه بنات، لأن البنت لا تعمل ولا تنفق على نفسها، تحتاج من ينفق عليها، وتحتاج من يجهزها، وتحتاج من يرعاها. فمن صبر على تربية البنت وإكرامها كنا له سترا من النار يوم القيامة، يعني حجابا من النار يوم القيامة. بل هناك ما هو أعظم: بشرى لكل من كانت له بنات فرباهن وأكرمهن وأدبهن أن يكون في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين، يعني من أنفق على ابنتين أو أختين، من عال جاريتين كنت أنا وهو في الجنة، وأشار بإصبعيه عليه الصلاة والسلام. وهناك حديث رواه ابن ماجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رزقه الله 3 بنات أو 3 أخوات فأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، يعني من تعبه وعمله، من جدته، كنا له حجابا من النار يوم القيامة. ففي هذه الأحاديث أيها الأحباب الكرام يتبين لنا أن تربية البنات فيها أجر وثواب عند الله عز وجل. ولكن اعلم أن الرجل ينبغي أن يربي بناته على الفضيلة، فيربي البنت على الصلاة، ويربيها على الحياء، ويربيها على الأخلاق الكريمة وعلى الصدق ونحو ذلك من التربية والتنشئة الإسلامية الطيبة. وليس معنى أن يربي البنات يعني يترك البنت براحتها تتبرج وتخرج متبرجة إلى الشارع، فحينئذ يكون البنات وبالا عليه يوم القيامة، لأنه أفسح لها المجال لمخالفة شرع الله عز وجل فخرجت فاتنة للناس. فتربية البنات أيها الأحباب إذا انضبطت بشرع الله عز وجل كانت لصاحبها حجابا من النار يوم القيامة، رفعت صاحبها إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم.
ولذلك فأنا أقول لك إذا رزقك الله عز وجل بنات فابدأ بإكرامهن وتعليمهن القرآن وتعليمهن الصلاة وتعليمهن الحجاب، واعلم أنك مجاهد في سبيل الله، وأنك بذلك سوف تكون رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فأكرموا البنات ولا تكرهوا البنات، فإن البنات حسنات من عند رب الأرض والسماوات. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامنا 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 يأبى الخرافة والدجل ويحث كل المسلمين على العمل. إن الأساطير